مرحبا أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مطبخ مريض صغار، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل كبسة سورية، وخلونا نروح نشوف المقادير. لوصفتنا بنحتاج بصلة حبة كبيرة، 3/4 كاسة زيت نباتي، ملح، رز حبة طويلة، رز بسمتي طبعا، 3 كيلو دجاج، والفليفلة عندي فليفلة خضراء وفليفلة صفراء وفليفلة حمراء. والبهارات معلقة كبيرة زنجبيل، معلقة كبيرة كاري، معلقة كبيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة بهارات الكبسة، ومعلقة كبيرة كاري. والبهارات الصحيحة 7 حبات ورق غار، 7 حبات هال، 7 حبات قرنفل، عود قرفة، 7 حبات لومي، طبعا 6 قصدي سوري، 3 أصفر 3 أسود، وعندي 7 حبات توم، عندي معلقة دبس بندورة و3 حبات بندورة وجزراية وحدة. وهلأ منضيف الزيت بقلب الطنجرة ليحمى شوي، ونضيف عليهم البصل، منحركهم شوي لحتى يتحمروا. وهلا هون بضيف البهارات الصحيحة عشان يتقلوا بقلب الزيت شوي، وبضيف معلقة الدبس بندورة. وهلا بنضيف الثوم، وبضيف الثوم عليه. هلا بنضيف الفليفلة الخضراء والصفراء والحمراء، نحركهم كتير منيح. هلا بس نحركهم كمان شوي ولحتى يتجانس البهارات مع الخضار كله بقلب بعضه. وهلا ضفت الدجاج بقلب البهارات والخضار، نحركهم شوي لحتى هيك شوي ياخد اللون والطعم كله مع بعضهم. وهلا بضيف مي عليه بعد ما هيك اخدوا البهارات والدجاج مع بعضهم. ضفت المي، خليهم ينسلقوا كتير منيح، وبشيلهم بس يستوي الدجاج كتير منيح، بشيلهم من المي، بحطهم على صينية فرن، وبحطه بقلب الفرن ليتحمر شوي. ولهون بينتهي الفيديو تبعنا أحبائي، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. لا تنسونا باللايك وبالشير، سبسكرايب، تفعيل زر الجرس. بنحبكم كتير، وسلام.